تخيل معايا انك صحيت من قبرك واول حد طلعت شفته مش اهلك، مش صاحبك اللي بتحبه، ولا حتى البنت اللي انت عملت ذنوب علشانها. صحيت لقيت نفسك واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى. في اللحظة دي هتفهم ان مفيش حد في الدنيا يستاهل انك تعصي ربنا عشانه. القرآن وصف ان اليوم ده هو اليوم الوحيد اللي هتتكشف فيه كل الحقائق من غير ما اي حاجة تتستر. يعني كل الدوافع اللي كانت عندك، كل النيات اللي كانت عندك، كل الذنوب اللي انت عملتها، كل ده هيكون موجود قدام الكل. والدليل على كده قول الله تعالى: يوم تبلى السرائر. كل السرائر هتظهر قدام كله، اكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك النهارده هتشوف الحياة زي ما هي، من غير شهوات ولا وساوس ولا حتى تبريرات. طب ليه الانسان بيندم وقتها ويقول يا ريتني؟ خليني اوضح لك. كم مرة عصيت ربنا علشان شخص بتحبه؟ كم مدير قعدت تكذب عليه علشان تبان انك شخص كويس وان باقي الناس كلها وحشة؟ كم مرة عصيت ربنا علشان تستلذ بشهوة في أقل من دقيقتين؟ كم مرة فضلت تكذب علشان تبقى قدام الناس شكلك كويس وشخص محترم؟ كل الحاجات دي في الدنيا بتبان إنها مهمة، لكن يوم القيامة كل ده هيتبرأ منك وهتفضل أنت لوحدك. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. حتى أقرب صاحب ليك هيتحول لخصم لو ليه حسنة واحدة تدخله الجنة وانت تدخل النار. واللي عايزك تركز فيه معايا كمان، الشيطان بيدخلك ازاي. يعني الشيطان مفيش مرة واحدة هيروح يقولك ايه اعصي ربنا، عمره ما بيجيبها صريحة، بل هيوقعك في ذنب ويقولك مرة ربنا غفور رحيم. يا عم ما كل الناس بتعمل كده، جت عليك انت؟ يا عم اعمل الذنب ده وتوب بعدها، ربنا غفور رحيم وبيقبل التوبة. وفجأة تلاقي السنين بتعدي، وفجأة تلاقيك كبرت وعمرك خلص. عشان كده الشيطان هيجي في الآخر وبرضه هيسيبك لوحدك. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. تحدفش البلاوي اللي انت عملتها عليا، انت اللي مشيت ورايا. حتى الشيطان نفسه هيسيبك لوحدك. والأصعب من ده كله اللي هياخدنا في حتة تانية خالص هتسرح بيها في خيالك، تخيل بقى معايا المشهد ده. انت واقف للحساب وشايف قدامك الشخص اللي كنت بتعصي ربنا علشانه. ممكن يكون حد كنت بتحبه، ممكن يكون بنت كنت بتحبها، صديق كنت بتحبه جدا، مشهور كنت بتقلده في الافعال اللي بيعملها، شخص كنت بتطلب الرضا بتاعه. وتيجي تحاول تاخد منه حسنة واحدة يوم القيامة وتلاقيه بيقول لك انا مالي، اهم حاجة نفسي، انا عايز ادخل الجنة مش عايز ادخل النار. شوف نفسك. وده تصديقا لقول الله تعالى: يوم يفر المرء من اخيه اخوك وامه وابيه وصاحبته وبنيه. فمين البنت اللي انت كنت بتحبها وعصيت ربنا عشانها دي اللي هتقف يوم القيامة تديك حسنة واحدة؟ فوقتها هتلاقي كل واحد بيقول نفسي نفسي. طب هل هينفع انك تندم وقتها وترجع تتوب تاني؟ ده الزمن الوحيد اللي مش هيبقى فيه رجوع. في الدنيا هتذنب وهترجع، ما كنتش بتصلي هترجع تصلي. اما يوم الحساب مفيش حاجة الا الحساب. علشان كده كان في تكرار لكلمة يا ليتني في القرآن الكريم، وده بيدل على ندم الشخص انه خلاص ما بقاش في ايده حاجة يعملها علشان يتوب او يغفر ليه ويدخل الجنة زي الباقي. فتلاقيه بيقول يا ليتني قدمت لحياتي، حاجة واحدة بس قدمتها في حياتي تغفر لي في الموقف اللي أنا واقف فيه ده. وكأن الدنيا هو امتحان صغير قد كده، فجأة بيكون عندك 5 سنين، فجأة 30 سنة، فجأة 60 سنة، فجأة لقيت نفسك مت. فين العمر؟ مش موجود. فهل فعلا يستحق انك تعمل ذنب علشان شخص معين او علشان لذة معينة تبقى واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وقتها ومش عارف تعمل ايه؟ صدقني الموقف هيكون صعب وقتها. وخليني اسألك سؤال: لو في حد طلب منك انك تتسجن مكانه 5 سنين، هل هتوافق؟ مفيش حد مجنون هيوافق انه يعمل فعل زي ده. فليه نعمل ذنب ونغامر لشخص هو مش هيجي يوم الحساب يديني حسنة واحدة من عنده؟ الإمام الشافعي كان قال مقولة حلوة جدا هقولها لك دلوقتي: رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله غاية لا تترك، فأي الغايتين أولى بالسعي؟ فقبل أي معصية اسأل نفسك الكام سؤال دول: هل الشخص ده هيقف معايا يوم القيامة؟ الإجابة بنسبة 100% لا. هل الشخص ده يتحمل ذنب واحد من الذنوب اللي عندي؟ الإجابة بنسبة 100% برضه وقتها هتكون لأ. هل الشخص ده ممكن يقف مكاني يتحاسب بناء عني؟ الإجابة هتكون بنسبة 100% برضه لأ. طب هل الشخص ده هيفتكرني بعد سنوات ويدعي لي بعد ما اموت؟ الإجابة أظن بعدها بسنة لسنتين بالظبط هيكون نسيك زي اللي اتنسوا كلهم. فالإجابة برضه وقتها هتكون لأ. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. مفيش حد هيشيل ذنبك غيرك انت. فهو تعصي ربنا علشان حد؟ انت اللي هتقف بين ايديه ومحدش هينفعك غير عملك الصالح اللي عملته في الدنيا. سلام.